أنا مزوجة ويلاه رحلت لواحد البلاصة حيت راجلي تما عنده المحل د الخياطة. المهم أنا عندي حقي في الزين، ولكن راجلي زوين بمعنى الكلمة، طويل وصحيح وزوين في وجهه ما شاء الله. فاش تزوجت بيه كلشي ما حملنيش. صافي هادي شهرين وأنا في هاد البلاصة اللي ساكنين فيها. واحد جارتي عندها بنتها تقريبا في العمر ديالي وزوينة، غير هي باينة كطير مع الطيور. كانت كتلاقاني في السطح بالعاني تتجبد معايا الهضرة، بغات تصاحب معايا باش ما كان. صافي بقات كتجي عندي للدار مرة صافي حتى خدات راحتها. شويه بدات كتسولني على راجلي، تتقول لي راجلك غزال باينه راه تيدوروا به البنات. بغات زعما تدخل لي الشك وانا عارفه راجلي كيموت عليا. صافي بقيت معاها على قد عقلها، شويه وهي تقول لي عطيني نمرتو نجربو ليك، وانا نعطيها نمرتي الثانيه. صافي مشات يلاه وصلت للدار صيفطات له ميساج سلام انا فلانه. المهم شديت معاها الخط على اساس راه تتهضر مع راجلي، وما جاتش عندي شي سيمانه، ومنين جات واحد العشيه قلت لها امضره واش جربتي ليا الراجل؟ قالت لي لا حقا حشمت. صافي بقيت انا كنهضر معاها ورصينا زعما غنتلاقاو. المهم مشيت للبلاصه فين غنتلاقاو، هي جايه مقاده الحاله والمكياج، وهي تلقاني واقفه بقات مصدومه. قلت لها ما حشمتيش، وهي تهرب. من داك النهار ما وليت شفتها ولا سمعت حسها.